سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شهيوات ماما فضيلة مع وصفة جديدة وفيديو جديد، دائما في إطار ما هو بسيط واقتصادي. اليوم بغيت نقترح عليكم هاد المملحات اللي صراحة كيجيو لذاذين بزاف، اقتصاديين، بواحد الحشو اللي هو اقتصادي وكذلك كيعجب الوليدات. عجين اللي كيجي قطني اقتصادي ناجح 100%. صراحة النتيجة تجي رائعة جدا جدا. أنا درتهم لوليداتي وعجبوهم بزاف وبغيت نشاركهم معكم. لما لا، كنتمنى باش تتبعوا معايا الفيديو من الاول باش تعرفوا على المقادير والطريقه. بسم الله، غنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، هنا في الاناء احتاجت واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده مع ملعقه كبيره ديال السكر ديال خميره الخبز عفوا، وواحد المعلقه ونص ديال السكر السنيده، وكذلك واحد الكاس ونص من الحليب الدافئ. يمكننا نعوضوه بالماء الدافئ. كنخلطوا المكونات ديالنا مزيانين حتى كينسجموا، وغنغطيو على الخليط ديالنا ونخليوه يرتاح لمده 5 دقائق حتى كتفاعل ديك الخميره ديالنا. من بعد ما كتفاعل الخميره كيف ما كتشوفوا، غنزيدوا عليها هنا واحد الرشيشه ديال الملح اللي كتبقى حسب الذوق، وغنزيدوا عليها واحد ربع كاس من الزيت الزيتون يعني الزيت البلديه، وغنبداو نضيفوا الدقيق. بالنسبه ليا هزات ليا كاس لافه ونص ديال الدقيق، ما يعادل 400 غرام. غنغربلو الدقيق ديالنا وغادي نبداو نجمعو في العجين. انا في الاول درت زلافه ومن بعد زدت نصف زلافه. بالنسبه للدقيق ديالنا ضروري ما كنغربلوه. صافي غادي نبداو نجمعو العجين ديالنا عادي حتى كتجمع العجين. بالنسبه لهاد العجين راه كتجي رائع وكتجي قطنيه. يمكن لينا نعوضوا الحليب بالماء. من بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا كنحطوها فوق سطح العمل، وكنعجنوها لمده واحد 4 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي هو متماسك ورطب في نفس الوقت، يعني املس. صافي كنجمعوا العجين ديالنا وكنديروه في واحد الاناء وكنغطيو عليه بلاستيك غذائي وكنخليوه حتى كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو، وغندوزو باش نوجدوا الحشو ديالنا. بالنسبه للحشو، هنا احتاجيت تقريبا واحد 2 بطاطات كبارين، يعني كبار. الا كانوا متوسطين كنديروا 3، وسلقتهم نقشرتهم. من بعد نسمتهم هنا بواحد فرماجه مثلث، شويه الابزار، شويه الملحه وشويه ديال الخرقوم. صافي وغادي نمعكوه مزيان هذاك الفرماج وديك العطريه مع البطاطا ديالنا. صافي وغادي نحطوها جانبا هكا غتكون واجده البطاطا. وبالنسبه للمرافق لهذا الحشو، غادي نحتاجو هنا واحد البصله كبيره اللي شلضناها، درنا لها شويه ديال الزيت العاديه، ودرنا لها مليحه وغنخليوها حتى كتدبال وكطيح معنا ديك البصيله. ومن بعد ما كتدبال البصيله ديالنا غنزيدو عليها شويه ديال الكفته. يمكننا نديرو لادانت، يمكننا نديرو غير الفلافل يعني ملونين. يمكننا نستعملوا اي حشو، ماشي بالضروره تقيدوا بهذا الحشو اللي درت. هنا انا عاد درت الملحه عفوا، يعني قلت درتها في البصيله، راه يلاه درتها دابا. ودرنا شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم. صافي وغادي نخدموا هاد الكفته مع البصله حتى كيطيبوا كيتشحروا. من بعد غادي نسموها بشويه ديال الزعتر. فكيف حال هاد المملحات من الاحسن ديروا الزعتر لانه كيعطي واحد النكهه زوينه احسن من القزبر. صافي من بعد ما كتوقف ديك الحشو ديالنا وكتشحر ديك البصيله مع ديك الكفته، كنحطوها جانبا هكا كتكون واجده الحشو ديالنا. هنا كنرجعوا لعند العجين ديالنا من بعد ما خمر وضاعف الحجم ديالو. غنحطوه فوق سطح العمل وكنخرجوا منه الهواء. صافي وغندوزو باش غادي نقطعوه. انا هنا قطعته 6 ديال القطع لان بغيت نحصل على مملحات اللي يكونوا الحجم ديالهم كبير. صافي من بعد غادي نبداو نشكلوا فيهم على شكل كرات كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، وغادي نحطوهم في واحد الاناء ونغطيو عليهم بالبلاستيك الغذائي. كنحاولوا باش يكونوا الكرات متساويين باش المملحات ديالنا كيكونوا متساويين. من بعد ما كنشكلوا الكرات ديالنا كاملين كنخليهم يرتاحوا لواحد مده واحد 4 حتى 3 ديال الدقائق. من بعد ما كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي
صافي. ومن بعد غندوزو باش نشكلوهم، وكنبداو بالكره الاولى اللي شكلنا الاولى. هنا كنديرو شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، كناخدو المدلك وكنبداو نطلقو في العجين ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. والعجين كنطلقوه رقيق باش كتجينا المملحه زوينه وما كتجيناش فيها ديك يعني غليظه بزاف، كتجي رقيقه وكتجي زوينه. صافي كنستمروا بنفس الطريقه البنات حتى كنحصلوا على داك السمك اللي بغينا. بالنسبه للعجين راه رائع، وكيف ما كتشوفوا راه كتجبد معنا وكتعطينا الطول، يعني كتشكل كيف ما بغينا نشكلوها. من بعد ما كنشكلوها كندوزو كنبداو نجمعوا ليها الاطراف ديالها بهذا الشكل. كنجمعوا الاطراف وفي نفس الوقت كنثبتوهم باش منين ندخلوهم للفرن ما يتحلوش لينا. كذلك حيت غادي تخمر العجين ديالنا، داكشي علاش ضروري ما كنروليو وفي نفس الوقت كنثبتو باش منين كندخلوا الفران ما كيتحلوش. الا ما تبتناوش مزيان ندخلوها الفران وكتبدا تحل العجين ديالنا. صافي. من بعد ما كنروليوهم ونثبتوهم كناخذوا دوك الاطراف ديال المملحه وكنقرصوا عليهم وكنجمعوهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معنا. الطريقه راه سهله جدا جدا والنتيجه راه رائعه رائعه. اسهل مملحات هما هادو. هنا غنعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه باش توضح اكثر. كنطلقوها رقيقه، من الاحسن يكون العجين رقيق. صافي. وكنبداو نروليو هذاك الجناب ديال العجين ديالنا، كنروليو واحد جوج اولا ثلاثه ديال الدورات وفي نفس الوقت كنثبتو. يعني حنا كندورو وكنثبتو كندورو وكنثبتو كيف ما قلت لكم، وغنعاود نقولها باش ما كيتحلش لينا داك الجناب في الفرن. صافي. ومن بعد كنجمعوا دوك الاطراف ديال العجين ديالنا وكنقرصوا عليهم وكذلك كنثبتوهم مزيان باش ما كيتحلوش وكيبقاو محافظين على داك الشكل ديالهم. من بعد ما كنساليو العجين ديالنا كنديروهم في الطاوه وكنبداو نعمروهم بديك الحشو ديال البطاطا. هاد الحشو ديال البطاطا راه كيعجب الوليدات صراحه، كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف. غير جربوها البنات راه غادي يعجبكم وغيعجب الوليدات ديالكم. من بعد ما كنديروا ديك البطاطا كنبداو نديروا هنا داك الحشو اللي فيه الكفته والبصله اللي يمكننا نعوضوه بالطون، نعوضوه بالفلافل بلا داند، يعني حسب المتوفر، ماشي بالضروره تقيدوا بهذا الحشو. ومن بعد كنديروا الفرماج كذلك حسب المتوفر عندنا وحسب الرغبه ديالنا. يعني من نديروا الفرماج العادي ديال البيتزا اولا الموتزاريلا اللي توفر عندكم. من بعد كنخليو هاد العجين ديالنا هاد المملحات يرتاحوا على الاقل واحد 5 دقائق. ومن بعد كناخذوا الصفر ديال البيض كنزيدوا عليه قطرات ديال الخل وكنبداو ندهنوا الجوانب ديال المملحات ديالنا وكندخلوهم يطيبوا من بعد في الفرن اللي كيكون مسخن قبل على نار اللي كتكون متوسطه حتى تيطيبوا من الاسفل. ومن بعد كنشعلوا عليهم باش كيتحمر الوجه ديالهم. وهادو هما المملحات ديالنا من بعد ما كيطيبوا صراحه كيجيو غزالين بزاف، وديك الحشوه راه كتجي لذيذه بزاف بزاف. انا بعدا حماقوا على وليداتي وعجباتهم. كيف ما كتشوفوا هنا نقطع معكم واحد الطريف غتشوفوا كيفاش كيجي رائع رائع. كنتمنى البنات باش تجربوها، انا متاكده لا جربتوها غادا تعجبكم، غتعجب الوليدات ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. بالنسبه للناس اللي اول مره تيزوروا القناه كنقول لهم مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.